سنة 1801 يجي لمصر من ألبانيا شاب عنده حوالي 30 سنة في فرقة عسكرية قوامها 300 جندي للمساعدة في طرد الفرنسيين من مصر، وبفضل قدراته القيادية الاستثنائية تمكن الشاب التلاتيني من توحيد البلاد وإرساء دعائم حكمه ليصبح عام 1805 واليا على مصر، وتبدأ فترة جديدة في تاريخ مصر. بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر تنازع على حكم مصر 3 قوى، كل واحدة منهم شايفة انها الاولى بحكم مصر. ال3 قوى دول كانوا العثمانيين، المماليك، الانجليز. تعال نبص على العثمانيين. مصر كانت ولاية عثمانية قبل ما جه الحملة الفرنسية، والعثمانيين شايفين ان دي بلدهم وانهم لازم يرجعوا يفرضوا سيطرتهم مرة تاني زي ما كان قبل ما جه الحملة، وانهم لازم يتخلصوا من المماليك للأبد عشان يخلالهم الجو بحكم مصر. فعين السلطان العثماني سليم الثالث واحد اسمه خسرو باشا والي على مصر، ده بعد رحيل الحملة. واعتمد العثمانيين في ترتيب الأوضاع لاستعادة سيطرتهم في مصر على الفرق العسكرية من الجيش العثماني اللي كانت موجودة في البلاد لطرد الفرنسيين، لان ما كانش في جيش عثماني في مصر بمعنى الكلمه، الا ان الجنود اللي في الفرق دي نظروا الى مصر كانها فتح جديد بالنسبه لهم، وفضلوا يسرقوا وينهبوا في الاموال بتاعتها، وكمان يسيئوا معامله اهلها. ونتيجه للاوضاع الاقتصاديه السيئه في مصر بعد خروج الحمله الفرنسيه واستيلاء المماليك على موارد الاقاليم اللي كانت تحت سيطرتهم، حصل عجز كبير في خزينه الدوله، وده بالتبعيه ادى الى ان الحكومه ما قدرتش توفر فلوس للحكم ولا حتى دفع رواتب الجنود بتوع الفرق العسكرية اللي طالبوا برواتبهم. ولما الحكومة ما قدرتش تدفع لهم فضل الجنود دول عامل اضطراب وفوضى في البلد. ما بقاش قدام الولاة العثمانيين غير انهم يفرضوا ضرائب باهظة على المصريين، ومش بس كده ده يجمعوها بالقوة، وده عمل غضب شعبي كبير من الضرائب دي، ولجأ الشعب الى المشايخ والاعيان بالشكوى والتظاهر، وتحركوا للثورة على سلطة الحكومة المزعزعة. الامر ده ادى الى انتشار حالة الفوضى في البلاد، لدرجة ان في الفترة دي بس اتولى عدد كبير من الولاة، اولهم بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر خسرو باشا وده اتخلع. يجي بعده طاهر باشا وده اتقتل، واللي بعدهم احمد باشا وده اتطرد، بعدهم علي باشا وده اتقتل، واخيرا خورشيد باشا وده خلع. ومع الثورات اللي كان بيعملها الشعب ضد الولاة ظهرت شخصية محمد علي اللي هنتعرف عليه كمان شوية، وازاي قدر يغير مصر، وايه حكاية تجارته في التبغ، وكمان هنعرف تفاصيل عن مذبحة القلعة وليه قتل المماليك، وايه قصة حرب محمد علي مع السعودية. كل ده هنعرفه لما تشترك في القناة وتعمل لايك كبير. يلا نكمل. اتكلمنا عن العثمانيين، ايه قصة بقى بريطانيا وايه اصلا دخلها بمصر؟ بص يا سيدي، بريطانيا لما شافت فرنسا احتلت مصر والتجارة بينها وبين مستعمراتها في الهند وقفت خلال فترة وجود الحملة الفرنسية في مصر، بان قدامها اهمية موقع مصر الجغرافي وزغلل في عينها، فقررت ان لازم يبقى ليها دور في مصر وفرض سيطرتها عليها، وده كان من خلال انها تقرب من البكوات المماليك، اعتقادا منها ان ممكن يأيدوا مصالحها في مصر، ويساعد على ده كمان ان المماليك اصلا منقسمين. مش بس كده، ده انحاز ليها محمد بيك الألفي، وده كان احد قادة المماليك المهمين جدا وحاكم الصعيد. طبعا بعد ما قدمت ليه الوعود عشان تساعده لاستعادة سيطرة المماليك على الحكم مرة تاني. طبعا كده وكده يعني. طيب بالنسبة للمماليك، المماليك في الأساس كانوا بيحكموا مصر والشام قبل ما يجي العثمانيين ويتغلبوا عليهم في معركتين، معركة كانت في الشام ودي اسمها مرج طابق، ومعركة كانت في مصر ودي الريدانية. وبعد معركة الريدانية اتهزم المماليك بقيادة قائدهم طمان باي، وبقيت مصر ولاية عثمانية. وتمشي الأيام وتمر والحملة الفرنسية تيجي على مصر، تقعد ال3 سنين بتوعها وتمشي، والأوضاع تتدهور والعثمانيين يفقدوا سيطرتهم على مصر، فالأطماع بتاعة المماليك تزيد في إنهم يرجعوا يحكموا مصر مرة تاني. وعشان يوصلوا لحلمهم ده فكروا في الاستعانة بإنجلترا، وطبعا إنجلترا ما صدقت وسابوا المماليك يعيشوا في وهم عودتهم للحكم مرة تاني. وفي الوقت نفسه كان البريطانيين أصلا بيفكروا في استخدام المماليك للغرض نفسه. لا استنى، أمال فين محمد علي من ده كله؟ ومين
أساسا محمد علي، وجه مصر إزاي، وإزاي بنى مصر الحديثة، ومين أولاده وأحفاده؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. فلو لسه ما عملتش لايك كبير انزل اخبط اللايك المتين واكتب لنا عاش كبيرة، ده بعد ما تشترك في القناة يعني. ويلا ركز معايا. اتولد محمد علي بمدينة قولة أو كابلا بالتركي، ودي كانت موجودة في مقدونيا اللي في اليونان، اللي كانت في الوقت ده تابعة للدولة العثمانية، في عام 1769. وفي سن الشباب دخل الجيش، وبعدها اشتغل محمد علي بتجارة الدخان والتبغ زي أبوه، ما كان تاجر كبير في التبغ وكسب منها فلوس كتير. ولما نابليون بونابرت هاجم مصر عاد محمد علي مرة تاني ودخل الجيش، وكان أحد أفراد فرقة الجنود الألبان اللي جم مصر لطرد الحملة الفرنسية. بعدها بشوية أصبح قائد لهذه الفرقة، وشارك مع البريطانيين في بعض العمليات العسكرية ضد الفرنسيين. نسيت أقولك إن أصلا بريطانيا بعتت قوات لطرد الفرنسيين من مصر سنة 1801. مع مرور الوقت ظهر اسم محمد علي بين الفرقة العسكرية العثمانية، ما كانوش فرقة واحدة، ده أكتر من فرقة. أكتر اسم لمع بين القادة بتوع الفرق دي كلها كان اسم محمد علي. وبعد خروج الفرنسيين من مصر دخلت البلاد في حالة من الفوضى والصراع، وتعدد الولاة العثمانيين زي ما قلنا، وكترت ثورات المصريين. وقدر محمد علي انه يتقرب من العلماء والمشايخ في الفترة دي. مش بس كده، ده كمان وعدهم انه يقنع حاكم مصر انه يشيل الضريبة على المصريين. وكمان اقترح توليد خورشيد باشا، وده كان حاكم الاسكندرية باعتباره عثماني. لكن في عهد خورشيد باشا زادت الأوضاع من سيء لأسوأ، وقرر علماء ومشايخ الأزهر إن خورشيد لازم يمشي ويجي مكانه أنسب واحد لحكم مصر، وهو محمد علي. وفعلا اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة في 13 مايو 1805، وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر، واشترطوا عليه انه يحكم بالعدل والا يبرم امرا الا بمشورتهم. طبعا خورشيد باشا رفض قرار العزل وفضل مقاومة الشعب المصري على انه يمشي. طبعا الشعب المصري تصدى لخورشيد باشا بزعامة عمر مكرم، حتى جاء رسول من السلطان العثماني ومعاه فرمان بالموافقة على عزل خورشيد باشا وتولية مين؟ طبعا محمد علي. وده بسبب ان العلماء والرعية كانوا راضيين عليه. وبكده نبدأ فترة جديدة في حكم مصر. المؤرخين بيعتبروا ان تاريخ مصر الحديث بيبدأ من سنة 1805 اللي هو تاريخ تولية محمد علي حكم مصر. المهم أول ما مسك محمد علي الحكم كان عليه انه يواجه اكبر خطر، الخطر الاعظم، وهم المماليك بزعامة محمد بك الألفي اللي كان قريب جدا من الانجليز. وما عداش 3 شهور ولسه محمد علي بيقول يا هادي ونلاقي المماليك قرروا مهاجمة القاهرة. طبعا محمد علي قدر يعرف بخطتهم، وفي يوم الاحتفال بوفاء النيل عام 1805 هاجم 1000 من المماليك القاهرة. لكن وقعوا في الفخ اللي كان نصبه ليهم محمد علي، وقدر ان هو يهزمهم. ومش بس كده، ده طردهم لغاية لما وصلوا للجيزة، وبعدها اتجهوا للصعيد اللي كان تحت سيطرته. وفي الأثناء دي وبعد سنة واحدة من تولية محمد علي والي على مصر، يقرر السلطان العثماني سليم الثالث نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك ويسيب حكم مصر. الأمر ده خلى محمد علي يلجأ للزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم عشان تشفع له قدام السلطان العثماني. وفعلا الزعامة الشعبية والعلماء والمشايخ بتوع الأزهر معاهم عمر مكرم تشفعوا لمحمد علي أمام السلطان العثماني، وفضلوا يمدحوا فيه قدامه ويذكروا إنه عمل حاجات كتير حلوة وكمان طرد المماليك وخلصنا منهم. وفعلا وافق سليم الثالث استمرار محمد علي في حكم مصر. وفي سنة 1807 تبعت انجلترا أبرد قائد عندها الفريق أول فريزر لاحتلال الإسكندرية والتخلص من محمد علي اللي شايفينه
خطر على مصالحها وتعيين مكانه أقرب واحد ليهم محمد بك الألفي. لكن المخطط ده منجحش، وقدر محمد علي إنه يتخلص منهم ويهزم قوات الإنجليز وترحل الحملة من مصر 1809. وبكده يكون محمد علي تخلص من أكبر المخاطر اللي كانت ممكن تطيح بحكمه في بدايته. على الرغم من المساعدات اللي قدمها الزعماء الشعبيين لمحمد علي، إلا إنه اتخلص منهم في أقرب فرصة جاتله لما انقسم الشيوخ والعلماء بينهم وبين بعض على مكانة عمر مكرم، ومحاولة بعض العلماء التقرب لمحمد علي والوشاية بعمر مكرم عند محمد علي واتهامه إن كان متواطئ مع المماليك. في اللحظة دي استدعى محمد علي عمر مكرم يحضر عنده في القلعة، لكن عمر مكرم رفض، فاجتمع محمد علي بعدد من العلماء وقرروا خلع عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفيه إلى دمياط. وبنفي عمر مكرم اختفت الزعامة الشعبية، وبكده أصبح محمد علي حاكم مصر دون وصاية من أحد. بالرغم من ان محمد علي استطاع هزيمة المماليك وابعادهم الى جنوب الصعيد، الا انه ظل خايف من خطورتهم، الامر اللي خلاه يلجأ لاستراتيجية بديلة، وهي التظاهر بالمصالحة مع المماليك عن طريق الفلوس، وان يديهم مناصب كبيرة في الدولة لغاية لما يعودوا مرة تاني للقاهرة. وده الطعم اللي بلعه زعماء المماليك. وفي ديسمبر من عام 1807 يجي لمحمد علي أمر من السلطان العثماني مصطفى الرابع بتجهيز حملة لمحاربة الوهابيين اللي سيطروا على الحجاز، الأمر اللي أدى إلى فقد العثمانيين سيطرتهم على الحرمين الشريفين، وبالتالي هدت السلطة الدينية للعثمانيين. فضل محمد علي يتحجج بعدم استقرار الأوضاع الداخلية في مصر بسبب حروب المستمرة مع المماليك، لكن بعد التظاهر بالمصالحة مع المماليك ما بقاش قدام محمد علي حجة. لذا قرر محمد علي ان يجهز حملة بقيادة احمد طوسن اللي هو ابنه لقتال الوهابيين في السعودية، او يعني في شبه الجزيرة العربية. بس المشكلة هنا ان جزء كبير من الجيش هيروح الحملة دي، وده خطر كبير على الاوضاع في مصر، خصوصا ان المماليك موجودين في القاهرة. عشان كده لجأ محمد علي الى الحيلة، فاعلن محمد علي عن احتفال كبير في القلعة، وده بمناسبة ان ابنه طوسن هيروح يقضي على الوهابيين، والكلام ده كان سنة 1811. وبالفعل أرسل محمد علي لزعماء المماليك عشان يدعيهم للحفل، واللي وافقوا فورا على الدعوة. وبمجرد ان انتهت الحفلة دعا محمد علي المماليك انهم يشاركوا في خروج موكب الحملة من القلعة، وخصص ليهم مكان في وسط الموكب. وأول ما وصل الموكب إلى الباب المقرر ان تخرج منه الحملة، وهوب قفل الباب وعينك ما تشوف إلا النور. نزل جنود محمد علي بالرصاص على المماليك يخطوه، اللي كان عددهم في الوقت ده 470 مملوك، كلهم ماتوا. محدش نجي من المذبحة دي غير مملوك واحد بس، وهو أمين بك اللي قدر انه يقفز من فوق سور القلعة. وبكده أصبح لمحمد علي كامل السيطرة على مصر.